يرتقب أن يبدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد المعين من طرف الملك محمد السادس خلفاً للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أول جولاته مع الأحزاب السياسية بداية الأسبوع المقبل، بهدف تشكيل الحكومة التي كلف بها من طرف عاهل البلاد يوم الجمعة الماضي. وأفاد العثماني في تصريحات صحفية عقب انعقاد اجتماع الأمانة العامة للحزب اليوم بأنه سيشرع في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب تباعاً حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولم يستثن في حديثه حزبي الإصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. وأكدت مصادر في قيادة العدالة والتنمية على أن هناك توجها عاما لدى الحزب بعدم وضع اشتراطات على رئيس الحكومة الجديد، فيما سر مصدر قيادي في البوجيدي لا يوجد